الراجل ده كان مخصص جزء من ميزانية الرئاسة لحالات إنسانية، بل وإنه كان بيطلع فلوس مساعدات من مرتبه الشخصي ومش من فلوس الدولة. ولما مات وفتحوا خزنته الشخصية ما لقوش فيها غير 84 جنيه بالتمام والكمال. عاش مستور ومات شريف، وما سرقش لنفسه قرش ولا عمل ثروات لعياله. ودي الحقيقة اللي ظاهرة زي الشمس، اللي بتخلي الشارع يحبه ويدافع عنه لحد النهاردة. لكن في حقيقة تانية وأهم اللي لازم نواجه نفسنا بيها، إن النزاهة الشخصية لوحدها ما بتبنيش دول. عبد الناصر ادى للناس كرامة وطنية وعدالة اجتماعية محدش يقدر ينكرها. في نفس الوقت سياساته دمرت التعددية وخلقت نظام إداري بيعتمد على الفرد الواحد مش على قوة المؤسسات. هل نوايا الزعيم الطيبة ونظافة إيده تشفع له في هزيمة عسكرية وانهيار اقتصادي بندفع ثمنه لحد دلوقتي؟ في السياسة مفيش ملايكة ومفيش شياطين، في قرارات بيتبني عليها دول وقرارات بتهد الدول دي فوق دماغ أصحابها.